ازاي تعمل شارب للصوره بتاعتك. لو فتحت القائمه هتلاقي ده المنظر اللي قدامك. الديفولت بتاع البرنامج هتخلي الشاربنينج ده في الاماونت بتاعه 40، ولكن انت ممكن تقدر تزوده شويه لغايه مثلا 60. انا دلوقتي لما بزود الشارب بتاع ال 60 70 ايا كان العدد، الشارب بيبقى موجود في الصوره بتاعتي كلها. محتاجين الشاربس بتاعنا يكون موجود محدد في منطقه معينه، وهي الاشخاص اللي احنا بنصورهم بنعمله من عند كلمه ماسك. انت لو دوست على كلمه ماسك ودوست على زرار الت هتلاقي ان الصوره بتاعتك اتحولت لون ابيض. نبدا نزود الماسكينج شويه لغايه لما نلاقي الايدج موجوده بس على الاوبجكت اللي انت عايز يتعمل عليه شاربنس. يعني نفضل نزود لغايه لما نلاقي ان الايدج بس موجوده على الاشخاص. بعد كده نسيب. حددت مكان الشاربس بتاعي، بدل ما كان في الصوره كلها بقى موجود عندي في المنطقه اللي انا عامل عليها فوكس. هنا في حاجه اسمها الراديوس، والراديوس معناه هي المسافه اللي حوالين الاطراف بتاعه المنطقه اللي معمول لها شارب. يعني احنا زودنا كده 1 2 3 هنا 1، ويفضل تفضل 1 يعني ما تزودش ولا تنقص اي حاجه. والديتيل سيبها برده زي ما هي، احنا مش بنزود في الحاجات دي.